أنا لا أشك في أن هذه الحرب العالمية إنجاز التعبير المتجهة إلى سوريا ستنتهي بالخير بإذن الله، طبعا بإذن الله عز وجل، وستفوز سوريا على أعقاب هذه الآلام وهذه الدماء التي سالت وهذه الزفرات التي تعالت من أفواه المظلومين والمظلومات. سينتهي ذلك كله بالنصر الفريد، بل بنصر فريد من نوعه في العالم. وأعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا أن قصة انتصار سوريا في هذه الحرب وعلى مجرمي الحرب في العالم بالأحرى نعم لسوف تصبح عما قريب معلمة تاريخ وموضوع دراسة لتجربة فريدة من نوعها في الأكاديميات العسكرية المختلفة في العالم. لكن ما موقفنا؟ لعل هذا هو السؤال الأهم ينبغي أن نتبعه بهذا الشكل. ذهبت هذه الغمة وهذه الغيمة راحت وعادت سوريا إلى وضعها الذي أكرمنا الله عز وجل به. ما الذي ينبغي أن تتخذه سوريا قيادة وحكومة وشعبا من هؤلاء الذين فعلوا العفو؟ نعم، ينبغي أن نتخذ الموقف الذي اتخذه سيدنا يوسف من إخوته، وتقدم إن شاء الله أنموذجها الحضاري، أنموذجها الإنساني، أنموذجها الإيماني الحق. نعم نعم. يعني هذا هو الموقف. دائما المنتصر يكون صدره مفتوحا للعفو والصفح. نعم. وأنا دائما أقول للناس الذين يتيهون عن هذا الكلام: اقرأوا خواتيم سورة يوسف. خواتيم سورة يوسف عندما قال له إخوته: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نحن أولى والله، نحن نمد يدنا إلى هذا وهذا وذاك، نقول له: يا أخي عفى الله عما سلف، بس خلينا نرجع إخوان كما أمر الله.